العراق يتعثر مرة أخرى في تصفيات كأس العالم 2030. كل جمهور كان عنده أمل أنه نتأهل إلى الدور الثاني. اليوم ويانا كابتن المنتخب العراقي ونجم المنتخب العراقي اللاعب عمران. أريد نسألك بالبداية، احنا ما نحملكم التعثر اللي صار. مباريات كانت كلها صعبة أنه تفوز على جزر المالديف وعلى الهند وتتأهل للدور الثاني، بس نريد نعرف هل كان من الممكن انه نتأهل ونتجاوز هاي الفرق؟ لا حبيبي، انتم شعب طموحاتكم عاليه، كلش عاليه. يعني تريدون نغلب الهند وتريدون نغلب جزر المالديف، وذاك اليوم واحد يفوت لي على الفيسبوك يقول لي احنا شو وقت نتأهل للدور الثاني من تصفيات كأس العالم؟ الله. يعني كابتن شنو اللي ينقصنا فعلا؟ شنو اللي ينقصنا؟ حبيبي الفرق جاي تتطور، انت ليش تخليني احكي؟ الفرق جاي تتطور. هاي الهند ملاعب، مستشفيات، خالتي عمية سويت لها عملية بالهند، ثاني يوم قامت تشوف. زين عندهم سينمات، انت شايف شاروخان؟ هسه خالتك العفو، يعني المستشفيات شو عليها كابتن؟ احنا بدنا نسأل سؤال واضح، هل عندنا القدرة انه نتأهل للدور الثاني نغلب جزر المالديف؟ اقول لك عوف الهند، جزر المالديف جزر هواي، احنا راح نروح لهم قليلين، يعني الكثرة تغلب الشجعان. اوكي، اذا الموضوع هي يعني يمل كثرة الجزر اللي موجودة. بس كابتن اذا تسمح لي، انتم ما تتقارنون بالجيل الذهبي. الجيل الذهبي ب 2015 و2016. الله يا الله، هذا الجيل اللي قدر يتأهل للدور الثاني على حساب فرق قوية مثل فيتنام وتايلاند، وجاب نتائج، غلب فيتنام 2-0. حبيبي الطوبة تطورت، ذاك زمن هذا زمن، انت ليش تخليني احكي؟ اني لو لاعب ب 2016 كان فوزتكم على تايلاند 3-2. هذا تصريح خطر. طبعا انت ليش تخليني احكي؟ تايلاند بوقتها كان عندهم مطارين بس، هسه عندهم 5 مطارات. هاي الخليج كان كلها تفرع بيها برج خليفه واحد، هسه كم برج خليفه اكو بالخليج؟ صح، كل بنزين خانه تلقى برج خليفه. طبعا صح، هذا كله تطور. انت تحاسبني هسه؟ بعدين اقول لك فد قضيه، انت من تقارن بالماضي. قبل احنا بالعراق كان عندنا اتحاد بمحاصصه وحراميه وفاسدين ب 2016. هسه احنا عندنا اتحاد؟ ما عندنا اتحاد، ما عندنا. دوري كرة القدم مثلا كان دوري كرة القدم ب 2015 تحديدا، دوري عظيم انتهى بضربات الجزاء، وهاي اول مرة تصير بالعراق. هسه الدوري ده ينتهي بالقرعة، يعني طرة كتبة الدوري، طرة كتبة هسه. فانت شلون يعني؟ ما يصير المقارنة فعلا، ماكو هيك مقارنة. احنا كابتن مدى نحكي عنك بشكل شخصي، انت بلعبة الهند سويت اللي عليك، يعني هدفي على الهند. برافو عليك، هدفي على الهند. صح، شوتت طخت بالمدافع ودقيقة 92 هذا دقيقة 92 شوتت باع ما يعني يأس ماكو. شوتت طخت بالمدافع، راحت على العمود، رجعت طخت برجل الجولشي، رجعت ضربتها كله، اجاها مدافع جاي يخلصها طبت جول. حتى الصحافة الهندية قالت هذا فيلم هندي مو جول. بارك الله بيك. بس احنا نلمس بالاتحاد اكو انعدام. لا حبيبي، انتوا الصحافة كلكم ضدي. لا 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 لا، الاعلام كله ضدي انا. لا لا كابتن، بالعكس احنا دائما نذكر اللي لك واللي عليك، بس احنا توافقنا ان الكره العراقيه دا تمر بانعدام تخطيط. شلون انعدام تخطيط؟ ماكو مدرب كفؤ يعني. حبيبي اني متحمل مسؤوليه هذا كله، انا اللي جاي اخطط. جبت لكم نجم سابق في ريال مدريد وسويته مدرب منتخب الوطني. هذا تصريح حصري انه يعني مدرب المنتخب القادم اسباني؟ مدرب المنتخب العراقي القادم هو اسباني، وقول كابتن عمران قال لي. نعم. مدرب هسه اكو شارع باسبانيا باسمه اللي هو اربيلوا، نجم ريال مدريد السابق. بس انا اللي اعرفه استاذ انه الفارو اربيلوا كان شارع قبل ما يسوي له شارع باسبانيا اصلا. هاي منتهين منها. بالاخير اريد اسالك سؤال، هل انت عندك شيء تقوله للجمهور العراقي الان؟ قصدك اطمنهم؟ اي طمنهم بشيء يعني؟ انا اقول لهم اليابان وعدوا جمهورهم ب 2050 ياخذون كاس العالم. انا ما راح ازاحم اليابان ب 2050، بس كاس العالم راح اجيب لكم اياها بال 54. لو 56 كان صدقتك. هذا هو لقائنا مع نجم الكرة العراقية الكابتن عمران. وسنة 2030 احنا غير قادرين على التأهل، سنة 2054 راح ناخذ الكاس